تفتكر ليه مهما حاولت ان انت تغير الواقع بتاعك ما بيتغيرش؟ لان هنا ببساطة في سر، والسر هو طفلك الداخلي، الطفل بتاعك اللي شايل مفاتيح القيادة بتاعتك. كلنا تقريبا سمعنا جملة الطفل الداخلي وبنتخيل صورة طفل محتاج لاحتواء، بس الحقيقة هنا أعمق من كده بكتير. طفلك الداخلي ببساطة هو النسخة الخام منك، هو المخزن اللي فيه كل مشاعرك وكل خيالاتك وكل ردود أفعالك التلقائية. يعني هو اللاواعي بتاعك اللي بيشكل 95% من الواقع بتاعك دلوقتي. فلو كان الواقع بتاعك معطل، ده معناه ان الطفل ده محبوس في ذكرى او في صدمة قديمة ومش قادر يطلع للمستقبل. طب يعني ايه احتوي الطفل الداخلي؟ يعني ان انت تروح لشفرة الجذور بتاعتك وتشوف الطفل ده خايف من ايه. هل مثلا كمثال خايف من الفقر؟ هل خايف من الرفض؟ ولا خايف من ايه بالظبط؟ لما انت بتحتوي الطفل ده وبتحسسه بالامان، انت هنا بتعمل ابديت للنظام الطاقي بتاعك بالكامل. لان لما الطفل ده يهدى، التعلق بالنتائج بيختفي. لما الطفل ده يطمن، الاستحقاق عندك بيعلى تلقائيا. وهنا الواقع بتاعك يبدأ يتغير، لانك ما بقتش بتسعى بخوف الطفل، انت بقيت بتتحرك بقيادة الشخص المتصل بالمصدر. وده بالظبط اللي احنا بنعمله معاك في كورس فك الشفرات. احنا بنمشي الرحلة دي سوا، بنمشيها بالترتيب اللي يضمن لك النتيجة. اول حاجة بنعملها بنشتغل على شفرة الجذور والموروثات. دي بقى المحطة اللي احنا بننزل فيها للطفل، بنفهم السيستم اللي اتزرع فيه وبننظف الظل اللي بيخليه يستخبى من النجاح. تاني حاجة بنفك قيود التعلق. لما طفلك الداخلي يحس بالأمان، بنقدر نفك ارتباطك المرضي بالأشخاص والنتائج، ونفهم قانون الانعكاس اللي بيعكس حالة طفلك الداخلي على العالم بتاعك. تالت حاجة برمجة الواقع. هنا بننقل الطفل ده من دور الضحية لدور المتصل، بنعلمه ازاي يطلب استحقاقه بذكاء ويبرمج المستقبل بتاعه بيقين. واخر حاجة تفعيل التجسيد. دي بقى لحظة خروج النسخة الأصلية للنور. طفل مبدع وشخص قيادي بخارطة طريق واضحة. لازم تفهم ان واقعك هو مراية لطفلك الداخلي. فلو طفلك الداخلي مشوش، الواقع هيكون فوضوي جدا. لكن لو طفلك الداخلي مفعل وصافي، القيادة هتكون لعبتك. تقدر دلوقتي تنضم لينا وتتعلم ازاي تغير الواقع بتاعك بوعي. للاستفسار ابعت كلمة تفعيل وهيتم الرد عليك بكل التفاصيل، او تواصل عبر الرقم الموجود على الشاشة او الرقم الموجود في البايو.